أعزائي الطلبة، طاب يومكم، ويسعدني أن أتواصل وأستمر معكم في محاضرات فلسفة التاريخ. هذه المحاضرة هي ربما أعمق من المحاضرات السابقة وأوسع. نحاول أن نسلط الضوء عليها تدريجيا وبصورة أن نسهل المفاهيم. هي المفاهيم المرتبطة بفلسفة التاريخ عند فريدريك هيجل. وبالتحديد عندما يتكلم عن مفاهيم متعددة: الروح، الدولة، الحرية، الوعي، هيجل لا يتحدث عن روح بمعنى ديني بسيط، بل عن مسار كامل للوعي الإنساني. العقل عنده لا يبقى فرديا، بل يتطور عبر التاريخ وعبر الثقافة، عبر الصراع، سلسلة، حتى يصل إلى لحظة يدرك فيها ذاته. هنا تظهر الروح المطلق، ليس شيئا منفصلا عن الإنسان، بل هي الوعي حين يفهم نفسه والعالم ككل واحد. ما هو الروح المطلق؟ ببساطة مركبة، هو المرحلة التي يصل فيها العقل إلى معرفة ذاته بذاته دون وسيط، أي لم يعد هناك انفصال بين الذات والموضوع، ولا بين الفكر والواقع، بل يصبح الواقع عقلانيا والعقل واقعيا. كيف يصل إليها الجد الهيجلي؟